السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. واليوم غادي نتكلموا على تصريح نزار بركة وزير التجهيز حول عملية الاستمطار اللي غادي تكون في المغرب هذه السنة، وكذلك تصريح ديالو باسماء المدن اللي غادي تكون مستهدفة بهذه العملية ديال الاستمطار. ففي هذا الفيديو غادي نقدم لكم الاسماء ديال المدن اللي مستهدفة بعملية الاستمطار في المغرب، وكذلك غنقدم لكم واحد التعريف مبسط باش تفهموا اشنا هي هذه العمليه بالضبط. اذا لا تنسوا الاشتراك في القناه باش توصلوا بفيديوهاتنا اللي كتهم الاخبار ديال الوطن واخبار الجيران طبعا. اذا هنا اول شيء سوف اقدم لكم هو تعريف ديال هذه العمليه ديال الاستمطار. بلا شك لاحظتوا الصور اللي عندي هنايا، عندي طائره، عندي سحب وعندي امطار. يعني الهدف ديالنا هنايا من هذه العمليه هو الحصول على المطر، وبالتالي كنقوموا بعمليه ديال الاستمطار الصناعي. اشنا هي هذه العمليه؟ كيقوم فيها العلماء باطلاق ثاني اكسيد الكربون مع مواد اخرى الى الغلاف الجوي، وذلك باستخدام الطائرات النفاثه او عن طريق مولدات ارضيه او من خلال الصواريخ. هنا هاد العملية الهدف منها هو تلقيح السحب بجزيئات ثاني أكسيد الكربون أو ثلج الجاف ومواد أخرى. إذا كتلاحظوا هنا الصورة فهي كتمثل هي وسيلة اللي كنستعملوها للاستمطار، كتم إطلاق لهاد المواد بحال ثاني أكسيد الكربون ومواد أخرى لتلقيح السحب والحصول على التساقطات المطرية. وهذا حل تم الاقتراح ديالو مؤخرا يعني مكافحة الجفاف، وكذلك وقوف ضد التقلبات المناخية اللي كيشهدها العالم حاليا. اذا بالنسبة للمدن اللي غادي تكون مستهدفة هذه السنة، اذا اولا عندنا اقليم بني ملال. اذا هنا عندي في الخريطة المغربية اقليم بني ملال اللي هو المنطقة اللي باللون الاحمر، ثم عندي الإقليم الثاني اللي هو أزلال، ثم عندي الإقليم الثالث اللي هو إقليم الحاج. إذا هادو هما ثلاثة ديال الأقاليم المغربية اللي غادي تكون مستهدفة بالعملية ديال الاستمطار. وسنلاحظ طبعا النتائج يمكن أن تكون محصورة في هذه الأقاليم، كما يمكن أن تطال الجوانب ديال الإقليم، يعني الجهات الأخرى ديال المملكة اللي كتكون مجاورة لهاد الأقاليم المذكورة. إذا نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الفيديو. نلتقي في فيديو مقبل إن شاء الله.